وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله تعالى الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أفصح من نطق بالضاد وخير من جرى لسانه بالعربية، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما اختلف الليل والنهار. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم، في حلقة جديدة في برنامجكم في شرف العربية، الذي يأتيكم من قناة السلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور. وما زلنا في انتشار اللغة العربية في الممالك الإسلامية التي نشأت في شرق إفريقيا، والتي كانت تسمى بممالك الطراز الإسلامي. وذكرنا أول مملكة كانت مملكة شوى، ولم تعرف مملكة شوى لدى المؤرخين القدامى الذين كتبوا عن الممالك الإسلامية التي قامت بعد شوى في القرون الوسطى، مثل العمري والمقريزي وغيرهم، ربما لموقعها المتوقل إلى داخل الهضبة الإثيوبية، حتى حدث عام 1344 هجرية الموافق عام 1926 اكتشف الباحث الإيطالي 30 وثيقة عربية هامة تشرح الأحداث التي مرت على دولته. وهذه الوثائق لا توجد الآن، هذه الوثائق فقدت للأسف الشديد يعني. أما المملكة الثانية وهي مملكة عدن الإسلامية، وهي من سنة 817 إلى 985 هجرية الموافق عام 1414 إلى عام 1577. هذه بدايتها ونهايتها. وعدن كان من الأقاليم التي خضعت لسلطنة أوفات، وقد آوى إليها بنو سعد الدين نظرا لقربها من بلاد اليمن، كانت على بلاد الطراز الإسلامي، وبعدها عن النفوذ الحبشي، وقد امتدت من ميناء زيلع وهرر. زيلع موجودة في الصومال الآن، وهرر كذلك موجودة في الأراضي الإثيوبية حاليا. وبعد انتهاء نفوذ حكم سلطنة إيفات وانتهاء أركان دولتهم، حاول أولاد سعد الدين أو أبناء سعد الدين إعادة ملك أبيهم، ومن هنا استطاعوا تأسيس دولة أطلق عليها سلطنة عدن الإسلامية. وقد تولى قيادة هذه السلطنة في أول الأمر علي بن سعد الدين، أكبر أولاد سعد الدين، وكانت تسمى هذه المنطقة ببر سعد الدين وهكذا. وكانت تضم جيبوتي وزيلع حتى مدينة بربرة في الصومال. ويقال إن كلمة عدل نفسها مأخوذة من ميناء كان يسمى بهذا الاسم، عدوليس يعني، في إريتريا، وكان يقع على رأس خليج تاجوراء قرب دولة جيبوتي الحالية. طبعا هذه الدول أو الحزائر التي نشأت حديثا لم تكن في التاريخ، هذه المنطقة كانت مفتوحة، ولم يكن هنالك ما يسمى بتقسيم سايس بيكو الذي قسم البلاد ككعكة، وكل واحد أخذ منها جزء من المستعمرين والمحتلين. وقد ظهر في عدن أو عدال أمراء عظام، وأولهم جمال الدين وأخوه صبر الدين، هكذا كانوا يطلقون على أبنائهم جمال الدين
وأخوه صبر الدين وحق الدين. وهذه البيوت الآن موجودة في مصوع أهل أسرة اسمها حق الدين. ومنصور وشهاب الدين الملقب ببدلاي أو الثعبان الذي فتح بالي وأسكن فيها 1000 أسرة من المسلمين. ثالثا سلطنة أوفات أو إيفات أو جبرت. هذه الأسماء أطلقت على هذه السلطنة، أوفات أو إيفات أو سلطنة جبرة الإسلامية، وهي إحدى ممالك الطراز الإسلامي تقع في شرق سلطنة شوا، كما هي أوسع الممالك السبع أرضا، كانت كبيرة في المساحة، إذ تبدو من ساحل البحر الأحمر بحر الغلزم ممتدة إلى قلب الحبشة إثيوبيا حاليا. وأما مؤسس هذه السلطنة فيذكر المؤرخون أن أول من أقام هذه الدولة هم قوم من قريش، بل يحدد بعضهم ذاكرين لقبه العربي وهو عمرو والشمع أو والسمع، اسمه عمرو والسمع أو والشمع من بني عبد الدار. وقد حكمت هذه الأسرة قرابة 200 عام، تداولها 27 أميرا حكموا هذه الدولة، وأولهم الأمير عمرو والسمع أو والشمع، وآخرهم الأمير فخر الدين. هكذا كانت هذه السلطنة سلطنة من العرب القريش من عبد الدار. ويقول العمري: حدثني الفقيه عبد الله الزيلعي ومن معه من الفقهاء، وجدهم في الحج وأخذ منهم التاريخ شفاهة وكتبه في رسائله سماها الممالك والمسالك، أن مملكة أوفات طولها 15 يوما، يعني مقياس هكذا كان، وعرضها 20 يوما بالسير المعتاد، وكلها عامرة آهلة بقرى متصلة، وبها نهر جاري، وهي أقرب أخواتها إلى الديار المصرية وإلى السواحل المستميتة لليمن، وهي أوسع هذه الممالك أرضا، والإجلاب إليها أكثر لقربها من البلاد، وملكها يحكم على الزيلع. هكذا دون العمري شفاهة من الزيلع والفقهاء الذين التقاهم في الحج. والزيلع اسم ميناء التجار الواردين إليها، وهو في وقتنا اليوم شافعي المذهب، يعني هذه المنطقة، والآن وقالبية شافعية الآن نجدها في الصومال. هذا المذهب الشافعي منتشر بكثرة. وأما الفقهاء فتلبس العمائم، وعامة الناس تلبس كوافي أي طاقيات، ومن الفقهاء وأرباب النعم من يلبسون القمصان، وإلا فالجمهور الغالب المؤزرات، هكذا زي مثل العرب كان يلبسون. المملكة الرابعة وهي سلطنة هدية، وهي بدأت من سنة 685 إلى 805 هجرية الموافق لعام 1289 إلى 1402، وهي إحدى ممالك الطراز الإسلامي في الحبشة، تقع جنوب سلطنة إيفات، وذكر بعضهم أنها تقع جنوب إقليم شوا، وتجاور مملكة أرابيني، كما أنها تقع في أعالي نهر أدمو الذي يصب على بحيرة رودلف، وهي المنطقة التي تعرف اليوم باسم بوران وأنجدي في إثيوبيا، وتمتد إلى المناطق الصومالية في إقليم أنجدي على أراضي الحدود الشمالية الخاضعة حاليا لدولة كينيا. هذه مناطق الصومالية محتلة من دولة كينيا. ويقول العمري: حدثني أيضا هؤلاء الفقهاء أن صاحب هدية أقوى إخوانه من ملوك هذه الممالك السبعة، كان قوي وأكثر خيلا ورجالا، يعني كان له جيش، وأشد بأسا
وعلى ضيق بلاده على مقدار أوفات، لكن كان عنده جيش وكان عنده سلاح. وهذه البلاد طولها 8 أيام وعرضها 9 أيام، ملكها من العسكر نحو 40,000 فارس من غير الرجالة، أي الفارس هو الذي يركب الخيل، فإنهم خلق كثير مثل الفرسان، وهم في زيهم ومعاملاتهم وما يوجد عندهم من الحبوب والفواكه والبقول مثل أرابيني. يعني هذه المناطق كانت مناطق حضارية إسلامية، وكما ذكرنا هذا التاريخ لا يوجد الآن في يومنا هذا. خامسا سلطنة دوارة، وهي بدأت سنة 685 إلى 805 هجرية، الموافق عام 1289 إلى 1402. هي إحدى ممالك الطراز الإسلامي، وتقع جنوب سلطنة إيفات، وتمتد بين نهر هواش الموجود الآن في إثيوبيا وأعالي نهر شبلي اللي موجود في الصومال، وهي المنطقة التي تعرف حاليا باسم أتو أو الأيتو، وطولها يبلغ 5 أيام، وأما عرضها فيومين، صغيرة، وتشغل مساحة أقل من مساحة سلطنة إيفات. تمزقت هذه الممالك هكذا، مزقت، وكل جعل له مملكة، وكما يقال تفرقت أيد سبع. ورغم أنها لا تصل إلى مستوى سلطنة إيفات عسكريا، إلا أنها كانت تمتلك جيشا قويا ورجالا أشداء في الحروب لا يقلون عن جيش إيفات قوة وشكيمة رغم صغر حجمها. ويقول العمري: حدثني هؤلاء الفقهاء المتقدمون أن هذه المملكة طولها 5 أيام عرضها يومان، وهي على طول الضيق ذات عسكر جم نظير عسكر أوفات من الفارس والراجل، وزيهم مثل زيهم في اللبس والركوب والهيئة. نعم. وأما السلطنة السادسة فهي سلطنة دارة، بدأت من سنة 685 إلى 805 هجرية، الموافق 1289 إلى 1402، وهي إحدى ممالك الطراز الإسلامي. اختلف المؤرخون في تحديد موقعها، فإن معظم الخرائط التي عنيت بالسلطنات الإسلامية لم يظهر عليها أي أثر لهذه السلطنة. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء، ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأطهار. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء. بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع من حديث عن السلطنات الإسلامية التي نشأت في شرق إفريقيا، والتي كانت تسمى ببلاد الطراز الإسلامي. وتوقفنا في السلطنة السادسة وهي سلطنة دارة. ومما زاد من صعوبة تحديد موقعها، اختلف المؤرخون في موقعها، ومما زاد من صعوبة تحديد موقعها تقع مملكة دارة جنوب مملكة بالي، وإن أهلها مسلمون على المذهب الحنفي، ومعاملاتهم بالمبادلة. وتعد هذه السلطنة من أضعف السلطنات الإسلامية حالا وأقلها خيلا ورجالا، وأن طولها 3 أيام وعرضها مثله، وهي أضعف أخواتها حالا. سابعا سلطنة أرابيني، وهي إحدى ممالك طراز الإسلامي، تقع شمال شرق بحيرة تانا في إثيوبيا،
وهذه السلطنة صغيرة إلا أنها من الناحية العسكرية كانت قواتها تقدر بما يقارب 10,000 فارس وعدد كثير من الرجال، وأن هذه المملكة مربعة على شكل التربيع، طولها 4 أيام وعرضها كذلك، وعسكرها يقارب 10,000 فارس. وأما الرجالة فكثيرة جدا، وأهلها حنفية المذهب، وهي تلي دوارو، وزي أهلها زي أهل دوارو، وفي كل شيء، والموجودات التي عندهم من الحبوب والفواكه والبقول والدواب وغير ذلك مثل مملكة دوارة. ومعاملتهم بالحكنة، كان العملة تسمى الحكنة. أما السلطنة الثامنة وهي سلطنة سرح أو شرخ، وهي إحدى ممالك الطراز الإسلامي، كانت تقع بين سلطنتي هدية ودوارة قرب سلطنة إيفات، وهي إمارة صغيرة مثلها مثل سلطنة أرابيني. والحقيقة إن مستواها المتواضع قد أثر في هذه السلطنة، ولم تستطع أن تكون جيشا قويا كغيرها من السلطنات، بل إن جيشها كان يحتوي على 3,000 من الفرسان وعلى ضعف العدد من المشاة. وأن هذه المملكة طولها 3 أيام وعرضها 4 أيام، وعسكرها 3,000، والرجال مثلها مرتين، وهي كأخواتها دوارة ورابيني في بقية أحوالها، وكانت على المذهب الحنفي. وأما السلطنة التاسعة وهي سلطنة بالي الإسلامية، هي سنة 685 إلى 805 هجرية، الموافق 1289 إلى 1402، نفس التاريخ هي نشأت هذه الممالك متجاورة في نفس التاريخ، تفرقت، وهي إحدى بلاد ممالك الطراز الإسلامي. نجد اسم إقليم بالي في الحبشة نسبة لتوطين قبيلة بليه ابن عمرو ابن إلحاف ابن قضاعة، يعني قبيلة عربية هناك، وهي القبيلة العربية التي أسقطت ملك النوبة بتحالفها مع جهينة، وهاجرت إلى بلي الذين عرفوا في إريتريا بالبلو من مقر إقامتها في الحجاز بجوار جهينة، وانتشروا منذ القدم على عهد الوثنية في شرق السودان وبلاد البجا والصحراء الشرقية وبلاد النوبة. وهذا دليل على أن العرب كان لهم صولات وجولات في هذا العالم، وهذه الهجرات قديمة كقدم التاريخ في شرق إفريقيا. وبلاد النوبة مع قبيلة بحراء القضاعية، وكان البليون جسر الصلة بين العرب والأفارقة في شرق القارة والحبشة وإريتريا. وهي تلي مملكة شرخة كانت تقع جنوب مملكة دارة. ومن ناحية أخرى إن سلطنة بالي كان يحدها نهر وبي شبلي شمالا ونهر جوبا وروافده جنوبا. هذه الأنهار توجد الآن في الصومال. وأن هذه المملكة طولها 20 يوما، كانت كبيرة، وعرضها 6 أيام، وعسكرها 18,000 فارس، والرجال بها كثير عددهم، وأهلها مثل باقي أخواتها في جميع زيهم وأحوالهم. أما السلطنة العاشرة وهي سلطنة جمة الإسلامية، وما زالت الآن هذه المدينة موجودة في إثيوبيا. كانت جمة سلطنة وثنية، وأسلم أهلها في النصف الأول من القرن الماضي في ذاك الوقت، يعني بعناية تاجر مسلم مشهور باسم نقادي شوا، يعني تاجر الشوا، ومعناه نقادي أي دليل القافلة. وأصبحت سلطنة إسلامية، وملكها السلطان محمود بن داود المشهور باسم أبا جفار أي صاحب الحصان الكميت.
وهو من الألقاب التي يلقب الأبطال بها عند قبائل الأرومو، وهي منطقة أرومية موجودة الآن في إثيوبيا. وقد تولى حكمها في عام 1294 هجرية الموافق لعام 1878 ميلاد، وكان على علاقة حسنة مع حكومة الحبشة. أما سلطنة كلوة الإسلامية وهي نشأت في عام 365 هجرية حتى سنة 911 هجرية الموافق ل 975 ميلادي إلى 1505. وقامت هذه المملكة أو هذه السلطنة نتيجة هجرات قدمت من شيراز بفارس، قبيلة فارسية شيعية كان على رأسها علي بن حسن بن علي وأبنائه الستة، حيث كانوا على متن سفنهم بما فيها من بضائع بقصد التجارة. ولما وصلوا إلى جزيرة كلوة وهي على مناطق كينيا التي تقع أمام الساحل الشرقي لإفريقيا وهي ضمن دولة تنزانيا الآن، استقروا فيها منذ عام 365 هجرية الموافق 975 ميلادي. ووفد عليهم كثير من العرب، وكان هؤلاء الوافدون يفضلون المعيشة في الجزر لسهولة الدفاع عنها والاعتصام بها، إذا ما حاول الأهالي الساكنون في البر الإفريقي الاعتداء عليهم. وعند وفاة علي بن حسن الشيرازي كان نفوذه يمتد إلى مدينة صوفالة في الجنوب إلى مومباسا في الشمال. وبعد وفاته اعتدى الأهالي على ابنه واضطروه إلى الفرار إلى زنجبار الزنج الأسود، وبار هو البحر باللغة الفارسية أو اللغة السواحلية. وبعد قليل جمع السلطان المطرود جنوده وعاد بهم إلى كلوة ودخلها مرة ثانية، وازدهرت المدينة وهنالك كتب عنها، وكانت تنشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية. وازدهرت هذه المدينة خلال القرن بسبب التجارة العاج والذهب الذي كان يصدر من سفالة التي تقع جنوب نهر الزنبيري، أي جنوب كلوة. وحرمت مقديشو من تلك التجارة التي كانت تحصل عليها من سفالة، وخاصة في عهد السلطان داود ابن سليمان سلطان كلوة. وبذلك صارت الزعامة السياسية والاقتصادية لكلوة، ويعتبر القرنان الثاني عشر والثالث عشر الميلاديان هما العصر الذهبي لتلك السلطنة الزنجية الإسلامية، فقد أصبحت كلوة عروس الشاطئ الإفريقي، وقام سلطانها بسك النقود. وقد عثر في كلوة ومافيا وزنجبار على نحو 10,000 قطعة نحاسية من هذه النقود. ولما كان مؤسسو كلوة الأوائل من الشيرازيين الفرس، فلا غرو أن يكون لهم تأثير كبير على أسلوب الحضارة الذي ازدهر هناك خلال القرون من العاشر إلى الثالث عشر. فظهر الأسلوب الفارسي، لأن الحضارة الفارسية كان لها باع كبير وفي البناء بالحجارة وفي صناعة الجير والأسمنت. السلطنة الثانية عشر وهي سلطنة مقديشو الإسلامية. مقديشو الآن معروفة هي عاصمة الصومال الحالية، وهي نشأت سنة 292 هجرية إلى 1067 هجرية الموافق 905 إلى 1656 ميلاد. وكانت بلاد الصومال تعرف في العصور الوسطى باسم سلطنة مقديشو، وينتمي الصوماليون إلى العنصر الكوشي الحامي، ومنهم قبائل الأرومو والدناكل العفر بما يسمونهم العفر الآن. مدينة مقديشو من المدن الساحلية المشهورة في منطقة شرق إفريقيا المطلة
على المحيط الهندي، وقد أخذت هذه المدينة دورا رياديا في الحضارة العربية الإسلامية عبر العصور الإسلامية الزاهية، غير أن المؤرخين القدامى لم يدونوا تاريخا محددا في تأسيس هذه المدينة. والهجرات العربية التي وصلت إلى ساحل الصومال، وهي هجرة الزيدية التي أقبلت إلى الصومال بعد مقتل زعيمهم زيد بن علي زين العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم هجرة الأخوة السبعة من بني الحارث ومن معهم من العرب إلى بلاد الصومال في عام 292 هجرية الموافق 903 ميلاد. والهجرة الأخيرة كانت أبقى أثرا في تاريخ الصومال، إذ أنها أقامت سلطنة مقديشو الإسلامية، وكانت مقديشو أول مدينة عربية بناها بنو الحارث على ساحل بنادر في عام 1295 هجرية الموافق لعام 907، وتلتها مدينة براوة حوالي عام 365 هجرية الموافق لعام 975 ميلاد. وأشار ابن بطوطة الذي زار هذه المنطقة إلى معرفة سلطان مقديشو للغة العربية. والآن أهل الصومال ينكرون اللغة العربية وينكرون العروبة للصوماليين. وأما هذا السلطان مقديشو كان يتكلم باللغة العربية، ويقول ابن بطوطة وسلطان مقديشو إنما يقولون له الشيخ، كانوا يسمونه للشيخ، لذلك كلمة الشيخ موجودة في المجتمع الصومالي، واسمه أبو بكر بن الشيخ عمر، وهو في الأصل من البرابرة، وكلامه بالمقدشي مع اللغة العربية كان يتكلم بالكلام اللغة الصومالية ويعرف اللسان العربي. إلى لقاء آخر في حلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.